نص بصلة صغيرة مثل ما عم تشوفوا. عندي كمان 3 حصوص ثوم وسط، شقفة فليفلة حمرا بهذا الشكل. وأيضا مشاهدينا بدي أحط معجون الطماطم ملعقتين طعام من معجون الطماطم، عصرة ليمون حامض تقريبا عصير نص ليمونة بدعمها شوي، نص ليمونة كبيرة، تقريبا ملعقة طعام من الخل الأبيض، خردل تقريبا كمان ملعقة طعام، زيت زيتون ملعقتين طعام من زيت الزيتون أو ملعقتين ونص أو 3 حسب الرغبة، ربع كوب من اللبن الزبادي يعني، ملعقة شاي من السماق، ملعقة شاي من البابريكا، تقريبا ربع ملعقة شاي من الفلفل الأبيض، شي ربع ملعقة شاي. بدي ملح هيدي الخلطة، نص ملعقة شاي من الفلفل الأسود، وأيضا بحب ضيف لها تقريبا ملعقة شاي من الأوريجانو الزعتر التلياني الجاف على الطحن. صدر دجاج مقسوم تقريبا بالشكل، 3 ملاعق طعام. هلا بنحركهم سويا مع بعض. اذا هيدي الصلصة مر عليها نصف ساعة او ساعة بتصير اطيب بعد، لانه كل المكونات اللي بقلبها تنبت الطعم اللذيذ. 3 ملاعق طعام ونص من المايونيز، ملعقة شاي من الخردل تعطي طعم كتير طيبة، عصير ليمون تقريبا نص ملعقة طعام، شوية كزبرة مجففة. هلا اللي ما عنده كزبرة مجففة مش كزبرة يابسة بيستعمل الكزبرة فريش، بيفرمله شوي بيمشي الحال. وعندي هون ايضا كبيس مفروم ناعم وبصل مفروم ناعم مخلل يعني مفروم، وايضا حص ثوم مهروس بشكل جيد، نص ملعقة شاي من البابريكا، رشة اوريجانو، وايضا رشة ملح، نص ملعقة شاي فلفل اسود بندعمها لانه هي صحبة مع الفلفل الاسود تطلع. وهلا بنحركهم سويا مع بعض. اذا هيدي